بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو تاني من تمارين الأعداد العشرية. نبدأ بأسئلة المقارنة. ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هيدينا عددين عشريين. طيب أنا لما أجي أقارن ما بين عددين عشريين عايز أعرف من الكبير ومن الصغير، أبدأ بالعدد الصحيح. طيب يبقى أنا بص الأول على العدد الصحيح، مديني 2 صحيح و84 جزء من 100 و28 صحيح و4 أجزاء من 10. طيب أول حاجة أبدأ بالعدد الصحيح. العدد الصحيح هنا 2 والعدد الصحيح هنا 28. خلاص العدد الصحيح كبير يبقى هو الأكبر. هنا الكبير هنا هو العدد 28 وأربعة من 10 من غير ما أبص بقى على الأجزاء العشرية، يبقى نحط علامة أصغر من. نروح اللي بعده برضه. هنا 17 صحيح وتسعة من 10، وهنا 19 صحيح و7 من 10. نروح برضه على العدد الصحيح. العدد الصحيح هنا 17 وهنا 19. خلاص يبقى العدد الصحيح كبير يبقى هو الكبير. يبقى الكبير هنا هو العدد اللي العدد الصحيح 19 صحيح، يبقى أنا برضه أحط علامة أصغر من. طيب في حالة بقى تساوي الأعداد الصحيحة، هنا عندي العدد الصحيح هنا صفر والعدد الصحيح هنا صفر، يبقى أنا أقارن ما بين الأجزاء العشرية. طيب قبل ما أقارن ما بين الأجزاء العشرية لازم أساوي الأرقام اللي على يمين العلامة العشرية عشان يبقوا من نفس النوع، وبالتالي أقدر أحدد مين الكبير ومين الصغير. طيب هنا عندي رقمين على يمين العلامة، يبقى دي 92 جزء من 100. هنا عندي 3 أرقام على يمين العلامة العشرية، يبقى هنا ما اقدرش ان انا احدد مين الكبير ومين الصغير لان العددين هنا مختلفين مش من نفس النوع. ده اجزاء من 100 انما ده اجزاء من 1000. يبقى في الحالة ديت لازم اساوي الارقام اللي على يمين العلامة العشرية. طيب مين اللي بيساعدني في كده؟ الصفر. انا عندي الاعداد العشرية لا تتغير قيمتها اذا حطيت اصفار على يمين الاجزاء العشرية او على شمال العدد الصحيح. لو عندي اي عدد عشري عايز احط اصفار ما تغيرش من قيمة العدد، احط الاصفار دي يا اما على يمين الاجزاء العشرية يا اما على شمال العدد الصحيح. يبقى كده الاصفار دي ما غيرش في قيمة العدد. طيب انا عندي هنا 92 من 100 وهنا عندي 911 من 1000. عشان اقارن يبقى لازم يبقى ده من 1000 وده برضو من 1000. انا على حسب الاجزاء الاكبر. يبقى هنا عندي 911 من 1000 انما هنا 92 من 100. يبقى في الحالة دي هروح على الاجزاء اللي من 100 اخليها 3 ارقام عشان تبقى من 1000 زي العدد التاني. طيب الاصفار اللي انا احطها على يمين الاجزاء العشرية. لما احط هنا صفر او اي عدد من الاصفار على اليمين كده يبقى انا ما غيرتش في قيمة العدد، انما لو حطيت الصفر هنا على شمال الاجزاء العشرية يبقى انا غيرت في قيمته، وبالتالي كده هقارن بشكل خاطئ. طيب بعد كده بعد ما بقت الاجزاء العشرية بقت متساوية، هنا عددها متساوي، هنا 3 أرقام عشرية وهنا عندي 3 أرقام عشرية، يبقى أقدر بقى هنا أقارن. لما أجي أقارن زي ما قلنا العدد الصحيح هنا صفر وهنا صفر، أبدأ بقى أقارن من الشمال. هنا 9 وهنا 9، هنا 2 وهنا 1، يبقى هنا الاتنين هو الأكبر، يبقى نحط علامة أكبر من. ممكن أخد رقم برقم من على الشمال، يا إما ممكن أقرأ العدد كله على بعضه. ده 920 جزء من 1000 إنما ده 911 جزء من 1000، يبقى 920 أكبر من 911، يبقى ده أكبر من ده. نفس الكلام هنا العدد الصحيح بتاعي هنا صفر وهنا صفر، يبقى أنا أروح على الأجزاء العشرية. هنا عندي رقم واحد على يمين العلامة، هنا عندي رقمين على يمين العلامة، يبقى لازم أساوي الخانات اللي على يمين العلامة أو أساوي الأرقام اللي على يمين العلامة، أساوي عددها. هنا رقم واحد إنما هنا رقمين. طيب هروح على رقم واحد وأحط صفر بس ما يغيرش في قيمة الكسر، يبقى أنا الصفر بتاعي أحطه بالشكل ده، يبقى 6 من 10 هي نفسها 60 من 100. طيب وهناك الناحية التانية 54 من 100، يبقى العدد ده هو الأكبر، يبقى أحط هنا علامة أكبر من. طيب نروح اللي بعدها. هنا 1 صحيح هنا 1 صحيح، يبقى الأعداد الصحيحة زي بعضها، نروح على طول على الأجزاء العشرية. طب هنا رقم وهنا 3 أرقام، خلاص حفظنا إن أنا عندي أساوي الأول الخانات عشان أقدر إن أنا أقارن، لأن لازم لما أجي أقارن يبقى العددين من نفس النوع. طب هنا رقم وهنا 3، يبقى هاجي عند الرقم وأحط هنا صفرين. الأصفار اللي أنا حطيتها دي على يمين الأجزاء العشرية ما بيتغيرش قيمته. طيب بعد كده أبدأ أقارن، هلاقي هنا 400 من 1000 وهنا 400 من 1000، يبقى العدد الصحيح هو نفس العدد الصحيح والأجزاء العشرية هي نفس الأجزاء العشرية، هنا أحط علامة يساوي. طيب لو جاب لي بقى كسر عادي مع كسر عشري، يبقى لازم ان انا احول الكسور العاديه دي الى كسور عشريه. ابدا الاول بالعدد الصحيح، ربما ما احتاجش التحويل لو الاعداد الصحيحه مختلفه، انما لو الاعداد الصحيحه متساويه يبقى انا هضطر اقارن ما بين الكسور. يبقى في الحاله دي لازم تبقى الكسور دي من نفس النوع، يبقى الثلاثه هي نفسها الثلاثه. يبقى اعمل هنا اقارن ما بين النص والخمسة من 10. مش هقدر اقارن الا لما اخليهم زي بعض من نفس النوع، يا اما اخلي كل كسور عاديه يا اما كل كسور عشريه. الاسهل ان اخلي كل كسور عشريه، فاخد الاتنين دي المقام 2، اتفقنا اللي مقامه 2 اقدر احوله الى
كسور عشرية بس بشرط اخلي مقامه 10. ازاي؟ ان انا اضرب في 5 في البسط و5 في المقام. فيبقى هنا عندي 1 في 5 ب5، وهنا 2 في 5 ب10، يبقى ده 3 صحيح و5 على 10. 3 صحيح و5 على 10 اللي هي نفسها هكتب ال5 واحط العلامة بعد رقم، ويبقى عندي هنا العدد الصحيح بتاعي 3. لما اجي اقارن ال3 صحيح هنا هي 3 صحيح، وال5 من 10 هي 5 من 10، بحط علامة يساوي. طيب هنا عندي 75% وهنا 57%. العدد الصحيح هنا صفر وهنا صفر، اروح للاجزاء العشريه. الاجزاء العشريه متساويه، يبقى انا اقارن على طول. فهنا 75% وهنا 57%، بحط علامه اكبر من. السؤال ممكن يجي يقول لي ضع علامه اكبر او اصغر، ممكن يجي يقول لي رتب تصاعديا او تنازليا. طيب لو رتب تصاعديا يبقى هيجيب لي اكتر من عددين، فيجيب لي 4 أو 5 اعداد. انا على طول برضو اول حاجه ابص عليها الكسور اللي عندي كلها لازم تبقى من نفس النوع، يا كلها كسور عاديه كلها كسور عشريه. الاسهل اخليها كسور عشريه لو اتيح ذلك، ان انا اخد الكسور العاديه او احولها الى كسور عشريه. انما لو الكسور دي ما تتحولش لكسور عشريه، يبقى انا احول كله لكسور عاديه. طيب الربع اقدر احوله لكسور عشريه؟ اتعلمنا اللي مقامه 4 اقدر احوله لكسور عشريه، واللي مقامه 5 اقدر برضه احوله لكسور عشريه. طيب اللي مقامه ربع ده يا اما اكون حافظه ان الربع بيساوي 25%، او ابقى عارف الطريقه ان انا هضرب في 25 هنا وفي 25 هنا، بقت هنا 1 في 25 ب25 على 4 في 25 ب100 تبقى 25 من 100. طيب واللي مقامه 2 اللي مقامه 5 ينضرب في 2، يبقى اضرب هنا في 2 وهنا في 2، بقت هنا 3 في 2 ب6 و5 في 2 ب10، بقت 6 على 10 اللي هي 6 من 10. بعد كده اساوي الخانات اللي على يمين العلامه العشريه. هنا رقمين على يمين علامه، هنا رقمين، هنا رقم، هنا رقم. اعمل ايه؟ يبقى احط هنا صفر عشان يبقى عندي رقمين، واحط هنا صفر. الصفر اللي انا حاططها دي على يمين الاجزاء العشريه، العلامه العشريه ما بتغيرش في قيمه العدد. بعد كده ابدا اقارن، ابص الاول على العدد الصحيح، هلاقي هنا صفر هنا صفر هنا صفر هنا صفر. ابص في الاجزاء العشريه وابدا بالصغير فيها. هنا 35 من 100 25 من 100 80 من 100 60 من 100، يبقى اصغر عدد عندي هنا هو 25 من 100، يبقى ده رقم 1 في الترتيب. يبقى انا عندي الربع هو اول عدد هبدأ بيه الترتيب بتاعي، اللي هو كان اللي انا حولته خليته 25 من 100. بعد كده عندي 35 من 100. بعد كده عندي 60 من 100 اللي هي كانت الثلاث اخماس. بكتب اصل العدد يفضل ذلك يعني. وبعد كده اكتب 8 من 10 اللي هي 80 من 100، ده اكبر عدد. اروح على اللي بعدها، هلاقي عندي أعداد صحيحة مختلفة. يبقى الأول أبدأ بالأعداد الصحيحة. هنا 7 هنا 9 هنا 7 هنا 97 وهنا عندي 9 صحيح. طيب يبقى أنا هبدأ على طول بالسبعة وبرضه السبعة، هما دول أصغر عددين. طيب ده 7 و19 من 100، ده 7 و9 من 100، يبقى الأصغر هو 7 و9 من 100، لأن هنا الأجزاء العشرية متساوية، هنا رقمين وهنا رقمين، يبقى هنا 19 من 100 وهنا 9 من 100، يبقى أنا هبدأ ب7 صحيح و9 أجزاء من 100، وراها 7 صحيح و19 من 100. بعد كده عندي ده 9 صحيح وهنا 97 صحيح وهنا 9 صحيح. خلاص يبقى 97 دي صحيح، ده أكبر الأعداد هكتبه في الآخر. طب أنا عندي هنا 9 و7 من 10 وهنا 9 و15 من 100. عشان أعرف مين الكبير فيهم يبقى لازم أساوي الخانات اللي ما بينهم. فهنا عندي رقمين وهنا رقم، يبقى أنا أحط هنا صفر، والصفر زي ما اتفقنا ما بيغيرش في قيمة الأعداد العشر طالما اتحط على يمين الأجزاء العشرية. هنا 9 صحيح وهنا 9 صحيح، هنا 70 من 100 هنا 15 من 100، يبقى ال 15 من 100 هي الأصغر، يبقى أنا أكتبها الأول 9 صحيح و15 من 100 وبعدها 9 صحيح و7 من 10، وبالتالي أكبر عدد عندنا هو 97 صحيح. اللي بعدها بيقول لي برضو 3 من 10 3 من 1000 33 من 1000 33 من 100. عايز أعرف مين هو أو الترتيب الصحيح للأعداد دي، ترتيب التصاعدي من الصغير للكبير. طيب عشان اعرف بقى هنا الاعداد الصحيحه كلها متساويه 0 0 0 0، يبقى انا هقارن ما بين الاجزاء العشريه. طب عشان اقارن يبقى لازم اساوي الاجزاء العشريه دي كلها ببعضها. هنا عندي رقم، هنا 3 ارقام، 3 ارقام رقمين، يبقى انا حسب الارقام الاكتر. هنا كله 3 يبقى انا اشتغل على 3 ارقام. طب هنا رقم يبقى انا احط صفرين هنا على يمين الاجزاء العشريه عشان ما اغيرش في قيمته. ده 3 ارقام خلاص اسيبه، ده 3 ارقام، ده رقمين احط هنا صفر. بعد كده احدد مين الصغير، ده 300 من 1000، ده 3 من 1000، ده 33 من 1000، ده 330 من 1000، يبقى اصغر عدد عندي هنا ال3 من 1000. اللي بعده هيبقى 33 من 1000، اللي بعده هيبقى 300 من 1000 اللي هي كانت 3 من 10، واكبر الاعداد هنا اللي هو 330 من 1000 اللي هي كانت 33 من 100. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أوجد 3 كسور عشرية تنحصر بين ويديني كسرين عشريين زي 4 من 10 و5 من 10. طيب في الحالة ديت أول حاجة أساوي
الأجزاء العشرية أساوي الأرقام اللي على اليمين علامة، هساوي عددها، هنا رقم وهنا رقم، يبقى أنا أقدر بقى أعرف مين الكبير ومين من الأعداد المحصورة عن طريق إن أنا هاخد أحط هنا صفر وهنا صفر. الأصفار اللي حطيتها دي ما غيرتش في قيمة الأعداد أو الكسور العشرية بتاعتي، إنما بتوسع لي كده المسافة اللي ما بينهم عشان أقدر أعرف مين الكسور العشرية اللي ما بينهم، لأن أنا عندي معلومة كده ثابتة إن ما بين كسرين، أي كسرين عشريين، يوجد عدد لا نهائي من الكسور العشرية المحصورة بينهم. يبقى لو عندي أي كسرين 4/10 5/10 بينهم كام كسر عشري، بينهم أعداد أو كسور عشرية إلى ما لا نهاية لا حصر لها. يبقى انا دلوقتي هو طالب مني 3، طبعا عشان تظهر الاعداد دي يبقى انا احط هنا صفر وهنا صفر، احولها لاجزاء من 100 عشان تظهر الكسور اللي ما بينهم، لانها طول ما هي 4/10 و5/10 ما اقدرش احدد بالظبط ايه الكسور المحصوره ما بينهم. طيب بعد كده ال 40% وال 50% عندي بقى ما بينهم ال 41%، 42%، 43%، معاك لحد ال 49%. طب لو عايز اكتر احط هنا كمان صفر وهنا صفر، تبقى 400 من 1000، 500 من 1000، يبقى اقدر اجيب بقى من اول 401 من 1000 لحد 499 من 1000. ولو عايز اكتر احط هنا صفر وهنا صفر، كل ما احط هنا صفر وهنا صفر يبقى بقدر ان انا اجيب كسور عشريه كتيره جدا ما بينهم. هو عايز 3 خلاص، يبقى نكتب 41 من 100، 42 من 100، 43 من 100، 44 من 100، معاك لحد 49 من 100. اكتب انت اي 3 أعداد او كسور عشريه ما بينهم. كذلك لو جابها لي اجزاء من 100 متتاليه زي 62 من 100 و63 من 100، برضه بينهم كام كسر عشري ينحصر بين الكسور دي. طبعا كسور عشريه الى ما لا نهايه هتظهر لما احط برضه هنا صفر وهنا صفر. طيب يبقى 620 من 1000، 630 من 1000، يبقى مين اللي ما بينهم؟ 621 من 1000، 622 من 1000، 623 من 1000، وهكذا لحد 629 من 1000. لو عايز اكتر حط هنا صفر وهنا صفر. طيب 29 من 100 و3/10، طيب هنا أجزاء من 100 وأجزاء من 10، قلنا لازم نساوي الأجزاء دي الأول عشان تبقى من نفس النوع عشان أقدر أطلع الكسور اللي ما بينهم. طيب يبقى أنا هحط هنا صفر عشان تبقى أجزاء من 100. طب 29 من 100 و30 من 100، 29 وال30 مفيش بينهم حاجة، يبقى في الحالة لو أنا عايز تظهر الكسور اللي ما بينهم يبقى أحط هنا صفر وهنا صفر، بقت 290 من 1000 وهنا 300 من 1000، يبقى اللي ما بينهم 291 من 1000، 292 من 1000، 293 من 1000، وهكذا. اهم حاجه ما انساش العلامه العشريه وانا بكتب، لان في ناس بتكتب 291 292 فبتحولها للاعداد الصحيحه، وطبعا تبقى اجابه خاطئه. طيب اوجد 3 اعداد عشريه تنحصر ما بين 3/4 و3/5. عايز المره دي اعداد عشريه. الفرق بين الكسر العشري والعدد العشري في العدد الصحيح. الكسر العشري يبقى عدد الصح صفر، انما العدد العشري يبقى عدد الصح اكبر من الصفر. طيب انا عايز هنا 3 اعداد عشريه تنحصر ما بين دول، نفس الكلام هنا 4/10 5/10، يبقى نحط هنا صفر وهنا صفر، يبقى الاعداد العشريه اللي محصوره ما بينهم 3 صحيح 41 من 100، 3 صحيح و42 من 100، 3 صحيح و43 من 100، وهكذا. طيب لو جاب لي بقى اعداد صحيحه بدون اجزاء عشريه 2 صحيح و3/10 و3 صحيح، عايز الكسور 3 اعداد عشريه تنحصر ما بينهم، يبقى انا بروح على العدد الصحيح الصغير اللي هو الاثنين وحط اي اجزاء عشريه تعجبني، يعني 2/1/10، 2/2/10، 2/3/10، 2/11 من 100، 2/15 من 100، 2/35 من 100. اي 2 صحيح واي اجزاء عشريه مع الاثنين الصحيح هتبقى عدد عشري ينحصر ما بين الاثنين والثلاثه، وهتكون اجابه صحيحه. اهم حاجه ان انا اثبت العدد الصغير فيهم اللي هو الاثنين واخد معاه اي اجزاء عشريه. وكده انتهى الجزء الثاني من تمارين الاعداد العشريه.